يا سلام الخيرات على احلى واجمل البنات. تعالوا اوريكم انا جبت ايه من السوق وعملنا ايه مع بعض. انا دلوقتي بوريكم ان انا جبت الكوسه دي، انا جايباها كنت جايباها عشان احشي يعني حشو، وانا بحبها الكبيره زي ما انتم شايفين كده، مش كبيره قوي ومش صغيره قوي لاني بحبها ملحمه كده شويه. وادي البتنجان اهو، انا جايباها السرحه الطويله الحلوه دي بحيث لما اجي اقورها تتقور معايا كده وتبقى سهله عليا يعني. تمام كده يا حلوين. وادي ورق العنب، ده موسم تخزين ورق العنب يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. في بس اوعى تتغشي تجيبي ورق توت، لا، الناعمه اللي هي الخضره الحلوه دي زي اللي انت شايفاها كده، دي هي دي اللي ورق عنب بجد. فاهمين؟ انا جبت اهون وهوريكم برضه هنعمل ايه يعني. انا بس ده عامله له يعني فيديو منفصل. تمام، انا بوريكم انا اشتريت ايه الاول. وادي الفلفل الاحمر ده انا بحب اعمله شطيطه كده هريسه واحطه في الفريزر عندي، بيبقى حاجه بصراحه ما بستغناش عنه في كل حاجه. وادي فلفل برضو انا جبته، فلفل اللي هو الرومي ده. وادي بتنجان اسود كمان، انا جايبه تشكيله من البتنجان الابيض والبتنجان الاسود، بيبقى طعمه كده حلو. وادي ايه، فلفل، انا ايه كنت جايبه. تمام كده يا حلوين، تمام قوي. ويلا بقى وادي بصل بردك ايه، يلا انت كنت هنسى اقول لكم على البصل. انا بصل ابيض، انا كنت بقى انا بحب الاحمر اكتر، بس المره دي جبت ايه ابيض، بس انا كان عندي احمر برضه. تعالوا اوريكم برضه جبت ايه. ادي جبت السمك، انا بجيبه من عند الراجل. انا بصراحه بنضفه بره عشان انجز وقتي يعني، وبقول له يفتحوه لي زي ما انتم شايفين كده بيتزا. الفتحه دي كده بيتزا، وست دي كده مقفوله عشان انا كنت عايزه اشويها في البيت يعني. كنت هم عايزين مقلي وانا كنت عايزه مشوي، فسبت لي واحده انا عشان اشويها. بفتحه لكم قدامكم اهو، بوريكم البيتزا ازاي. البيتزا بيتفتح من الظهر، بيتنضف بيتفتح من الظهر كده زي ما انتم شايفين. وتعالى اوريكم بقى توابلي. انا هملح ازاي السمك بعد، بس طبعا انا غسلته غسله متينه السمك وسبته. ادي توم وليمون وبهاراتي الكامله بقى، السبع بهارات والملح والفلفل. وايه الفلفل ده كان دبلان كده ومش ظاهر قدامي بس زي بعضه، ومايونيز وخل، ومش مايونيز بتاع دون مستردة، اسفه يا بنات، مستردة وخل. تمام كده. وجبت كل معجوني الحلو قوي ده بقى وعملته في الخلاط لان الكبه عندي بايظه زي ما انتوا عارفين طبعا. ورحت عاملاه بايه في الخلاط زي ما انتوا اديته كام ضربه كده حلوين كده لغايه ما هرسته خالص. وجيت اهو زي ما انتوا شايفين ورحت ايه عملته، ملحته زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا شرخته بحيث ان التمليحه بتاعتي دي تخش جواه. انا بوريكم التمليحه وهسيبه بقى قيمه ساعه. انا هسيبه ايه قيمه ساعه واحده يعني. على ما انا اسيبه يتملح قيمه الساعه دي كده، تعالوا هنشوف هنعمل ايه. انا ملحته تمليحه جميله بحيث شوف بصوا لونها زي، بصوا اساسي في التمليحه المستردة يا بنات يا حلوين. سيبته بقى يتملح وتعالوا بقى نعمل الرز البصل بتاعنا او الرز البني. تمام كده. انا البصل اهو زي ما انتم شايفين، بصلتين كده كبار او 3 كمان، وجزر ومرق الدجاج. وتعالوا على البوتاجاز حبه زيت حلوين كده، وجبت البصل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. ويلا بقى هستنى الزيت لما يقدح. يعني ايه يقدح؟ يعني يسخن قوي، اسمع كده الايه الطشطشه بتاعته. ونزلت بالبصل زي ما انتم شايفين اهو، وهفضل اقلب كل كلامك الجميل قوي ده بقى. هفضل اقلب لغايه ما البصل يكرمل. ممكن تحطي معلقه سكر فيه بحيث انه يكرمل كده ويديكي اللون الدهبي الحلو ويديكي مذاق برضه، بس انا مش حابه ما بحبش انا الخطوه دي بصراحه يعني. في ناس بتحبها تحط معلقه سكر كده تكرمل مع البصلايه كده، بس بصراحه انا مش يعني مش من هواة الحركه دي. لو انتي بتحبي كده فحطي يعني، كل واحد بيعمل اللي بيحبه. ودي من التمليحه اللي انا عملناها، متبقي شويه من الصوص الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، الخل بالمستردة بالسبع بهارات، بالليمون، بالكلام الجميل قوي بتاعنا دون. وحطيته على البصل زي ما انتم شايفينه كده. وعايزه اقول لكم التيست ده بيعلي منها جدا 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 يعني. واسفه انا عندي برضو مش عارفه برضو الصيف ده مش عارف مش راضي يسيبني، مش فاهمه ليه. وجبت واحده مرق الدجاج زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها برضو على البصله
بحيث اني يعني هعملها مع البصلة كده زي ما انتوا شايفين، هدوبها مع البصلة. عايزه اقول لكم بقى، انا عايزه اقول لكم البصله بالخلطه، بخلطه الثوم والحاجات دي بمرقه الدجاج، مخليه مديه ريحه عاليه قوي، ريحه جميله جدا. انا بوريكم اهو، البصل بتاعي مش ابيض، البصل بتاعي كان اللي هو الاحمر ده، وهفضل وراه بقى لغايه ما يتكرمل شويه كده او يحمر شويه. وهنزل بقى بقرنين فلفل. انا طبعا عندي يونس عنده سنه، فانا قلت هجرب ان انا اكله منها، فما رضيتش ان انا احط فلفل حامي، حطيت فلفل بارد. انت عايزه تحطي فلفل حامي حطيه، يعني ده حسب رغبتك. بس انا عشان كنت هبتدي ان انا اجرب ان انا اكل يونس وكده، فما رضيتش ان انا احطه حامي يعني. وبرده الخطوه دي اختياريه، يعني انا كنت زمان كنتش برضه ان انا احط فلفل اصلا، فما بحطوش، بس المره دي قلت اجرب. بس على فكره طلع حلو قوي. وبعد ما البصلايه كرملت معايا او اصفرت معايا زي ما انتم شايفين، حطيت ميه مغليه من الكاتل كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي بقى نحط الجزر بتاعنا. تمام كده، حطيت الجزر اهو، بشرت جزرتين وحطيتهم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اوريدي الميه مغليه وكل حاجه بقى خلاص هو سخن، تمام، سخن جامد قوي. هبتدي استنيت لما تغلي خالص اهو كده، وهنزل بالرز بتاعي اهو. انا حطيت الرز بتاعي قيمه كوبايتين رز كده، غسلتهم بميه سخنه عشان يديني نتيجه كويسه وما يعجنش مني. غسلتهم كويس قوي وصفيتهم، ورحت عاملاه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبختبر بقى بشوف الملح بتاعي. انا كنت حاطه مرقه دجاج، فلازم تحطي مرقه الدجاج الاول وبعد كده تحطي ملحك عشان تعرفي مقدارك. انما لو حطيتي الملح الاول مش هتعرفي تحطي مرقه الدجاج، عشان طبعا مرقه الدجاج مالحه. فطبعا انا عرفت كده مقدار الملح بتاعي، انا هحط قد ايه بالظبط. حطيت معلقه وهحط سيكه كمان كده شويه، وهقلب بقى واختبر برضو تاني اشوف كده الملح كده هتظبط معايا ولا لا. انا عملت زي ما انتوا شايفين كده اهون اهون ولا اهين، زي ما انتوا العربيات طبعا، يعني سيبكم من صوت العربيات اللي حواليا ده والوش اللي حواليا ده. ركزوا معايا وحطي اللايك يلا. انت لغايه دلوقتي، انت لو وصلتي معايا لغايه هنا كده، يلا حطي اللايك الجميل بتاعي. وانا زي ما انتوا شايفين، انا اختبرته لقيته تمام حلو قوي كده. هغطي عليه لغايه ما اتشرب. هديله تقليبه واحده بس من تحت لفوق. انا كده بوريكم ان انا هو اتشرب ميته، واديله تقليبه، وهحطه على العين الصغيره خالص بقى عشان استغل العين دي، عشان على العين الصغيره خالص. وعايزه اقول لكم نار بسيطه خالص، مش هوريه يعني زي شمعه كده زي ما انتوا شايفين كده. وهحطه بقى على على العين الصغيره. وانا هسيبه بقى على العين الصغيره. وتعالوا ندقق يعني قيمه بقى 10 دقايق ربع ساعه ويكون استوى. فتعالوا بقى كده عشان ده يبقى سخن مع ده. فتعالوا نعمل الدقيق، ندقق بقى السمك بتاعنا. جبت الدقيق بتاعه عليه معلقه ملح، عليه معلقه برضو كمون زي ما انتوا شايفين. وحطيت برضو، بس انا ما تصورش معايا نشا، يعني انا حطيت حبه نشا كده، كام معلقه نشا كده حلوين عشان تبقى تخلولي كريسبي كده وحلو. تمام يا حبايب قلبي، يعني الدقيق ده لما تحط عليه نشا يبقى نتيه حلوين. تمام، يبقى نشا وملح وكمون. وجيت بقى السمك بتاعي الحلو اهو زي ما انتوا شايفين. انا زي ما انا معرفاكم، انا فاتحه بيتزا او سنجاري زي ما انتوا بتقولوا، يعني اللي عارف الطريقه دي اسمها او بتقولوا عليها احنا بنقول عليها بيتزا كده. احنا كده عندنا، احنا هنا القاهريين بنقول عليها بيتزا. شوفوا انتوا بتقولوا على الحركه دي اسمها يعني بتفتحوه كده بيتقال عليه معاكم يعني. وادي انا عملته. جيت بقى على الزيت المقليه دي، انا مخصصاها لقلي السمك. تمام كده. فانا جيت وحطيتها على النار والزيت ورحت حطيت السمك زي ما انتوا شايفين، وهستنى يتقلي بقى. وحطي، عارفه انت عصر الليمونه لما بتتعصر وانت بتقلي كده، حطي الليمونه فيها علشان بتشيل زفاره، بتشيل ريحه زفاره، بتشيل كل حاجه. تمام.
وجيت اهون انا طبعا قليت السمك وخلصته، بس يعني ما لحقتش اصور لكم والله. وجيت اهون الرز اهو استوى معايا زي بصوا مكرمل ازاي وشكله بني وروعه بجد، كان روعه وحكايه جدا حلو قوي. الرز كان طعمه حلو في حته تانية خالص. انا بغرفه معاكم اهو عشان اوريكم ان هو لا معجن وكان طعمه ولونه وشكله وريحته كان حاجه كده، حاجه كده من الاخر والله العظيم زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم برضو السمك بتاعي كان كريسبي وجميل قوي. في ناس بتعمل السمك بعد ما بتدققه كده بتروح حطاه في ميه متلجه وبترجع ترجعه تاني. دي الناس اللي عايزه الطبقه بتاعته تقيله. انا ما بحبش الطبقه بتاعته اللي هي الطبقه تقيله بصراحه، ولان احنا ناكله في نفس الوقت ده برضو ايه عشان يبقى كريسبي معاهم فبيخلوه ايه بيعملوه كده لانه ممكن يبيتوا. انما احنا لا، انا بعمل على القد. يعني انا ممكن اعمله. تعالى يا يونس تعالى. فانا ممكن ان انا بعمله في وقتها بحيث ان انا هاكله في وقتها، يعني بقلي على قد. يعني انا عملت مثلا 2 3 ياكلوا، لا بعمل 3 في وقتها، ما بعملش اكتر من كده. انما لو هتبيتيه بقى لا، احطيه في ميه متلجه بعد ما تعمليه اول دقه وبعد كده رجعيه تاني واعملي الحوار ده. بس انا بصراحه ما بعملوش. ويلا بقى يا حبيبه قلبي، لو وصلتي معايا لحد هنا حطي بقى اللايك الحلو بتاعك وشير الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك وغيرك يستفيد. وبحبكم في الله كتير قوي قوي قوي. وباي يا احلى متابعين في الدنيا.